بس ورا الاهليه فيها 6 ماكينات وهي اكبر من سنه 34. وشركه من الشركات الناجحه كانت بتدخل للدوله سنويا حوالي 25 مليون جنيه، والدوله اصلا مستريحه ومفيش مشاكل. تم بيعها مجموعه الخرافي لديه 35 مليون جنيه مع ضغط استثمارات للتطوير ب 350 مليون جنيه. ال 350 مليون يا استاذ خالد المفروض يضخوا في خلال 3 سنين. لو ما ضخوش اقصاهم 8 2008 اقصاهم 8 2008. لو ما ضخوش وهم ما ضخوش تحت الجناحين ب 135 مليون جنيه وهو ثمن بحث للمخدرات بمليار جنيه مع ضغط استثمارات 350 مليون جنيه في 3 سنين اقصاهم 8 2008. الى وقتنا هذا لم تضخ الاستثمارات. فزي ما حضرتك كتبت قضيه عمر فندي وزي ما حضرتك كتبت قضيه مدينتي ان شاء الله بكل سهوله تكسر قضيه الورقه الاهليه والشهرات. المرة الثانية حضرتك نفس الكلام انا سمعت منك المرة الأولانية.